مرة أخرى تشافي ينتصر على كارلو أنشيلوتي، ويمكن نقول إن تشافي اتعلم كويس جدا من الدرس اللي أخده من إيريك تين هاج في المباراة، وإنه لما كان عندوش دكة قوية أو عنده لعيبة أو تشكيلة ضعيفة زي اللي إحنا شفناها النهاردة، كان لابد إن يلعب بالإمكانيات بتاعتها ويلعب مقفل ويدافع كويس جدا عشان يكون ماسك المباراة ويلعب على المرتدات. ربنا كرم بجون أوكي، ما كرمش بجون يبقى إحنا كده إيه؟ ما خسرناش. ده اللي كان لازم يلعب عليه تشافي في مباراه مانشستر يونايتد، اللي قدر ينفذه في مباراه ريال مدريد. وكالعاده ريال مدريد كاس ملك اسبانيا اصعب ليه من اي بطوله تانية. ريال مدريد انهزم قدام برشلونه اللي المفروض هو جاي بنفسيات مش احسن حاجه، لانه اتغلب من نادي الماريا اللي بيحمله قصدي صاحب النادي دوت تركي آل الشيخ. كلام في الكوره مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك في القناه، وتعالى نتكلم عن فنيات المباراه. ابتدت تشكيله المباراه سواء لريال مدريد او برشلونه، فريال مدريد ابتدى باربعه ورا، منهم واحد باك ليفت مش باك ليفت، هو مين؟ ناتشو كان نازل هنا عشان يقوم بالادوار الدفاعيه اللي يقدر يقفل من خلالها يعني الطلعات بتاعت رافينيا. نفس الكلام اللي يعني عمله تشافي بس في الباك رايت، ولاعب اروخو دي مش جديده عليه. فالجميل ان اروخو بيعرف يلعب قلب دفاع كويس جدا وبيعرف يلعب باك رايت كويس جدا، يمتلك من السرعات اللي تسمح له ان يعمل كده. ولذلك في اتنين اختفوا النهارده في المباراه ما كنتش شايفهم، هو فينيسيوس و اسمه ده كريم بنزيما. فتعال نبص كده في المباراه. انا شايف اللي تشكيله برشلونه وريال مدريد كانت المفروض تكون افضل من كده. يعني ريال مدريد انا شايف ان هي كانت تقدر تستغل اخطاء برشلونه بصوره افضل من كده. ليه انا العب بمودريتش هنا؟ يعني ليه انا العب مودريتش هنا؟ وليه اخلي مودريتش مان مع بوسكيتس؟ ليه؟ يعني انا ليه اخلي مودريتش مان مع بوسكيتس؟ ايه وجه الاستفاده؟ ايه وجه الاستفاده ان اصلا برشلونه بتلعب دفاع متاخر؟ يعني ريال مدريد لعب جيم في الشوط الاولاني كويس جدا، ولكن انا ما شفتش اي حاجه مثمره. يعني انا ما شفتش ولا كرات عرضيه، ولا توني كروس عارف يشتغل، ولا حتى كامافينجا. انا كنت شايف ان انت تحط كامافينجا مكان ناتشيو كان هيكون افضل بكتير، او كان هيكون مفيد، وساعتها كنت تعرف تمسك الكرة ويكون عندك اكتر من حل في الملعب. ولما عندك الاوبشن بتاعت شاوميني، طب ليه مقعده بره؟ يعني لما انت عندك الاوبشن بتاعت شاوميني اللي تقدر من خلاله تحط هنا، تحط مودريتش وتوني كروس هنا، او مودريتش وكامافينجا، وتقدر من خلال ان انت تعرف تلعب الكره بتاعتك. يعني عندك فالفيردي وفينيسيوس وكريم بنزيما، كنت هتعرف تعمل يعني خطوره اقوى من كده. كمان ان شاء الله ان كان المفروض يعني نلاقي ان فرناندو توريس بتاع برشلونه يقدر ان هو يعني يساعد في الهجمات، لكن فيران توريس اللي ما كانش موجود خالص انا ما اعرفش ليه هو لعب. يعني لو انت عايز تعمل تغييرات كنت نزلته مكان فاتي، قصدي نزلت فاتي مكانه مش مكان رافينيا اللي الراجل شغال. يعني اخر كوره خطر في المباراه لبرشلونه كان عن طريق رافينيا، اللي بعدها على طول بالمناسبه خرج. تعال نمشي واحده واحده في كره المباراه. اللي قدر يوزن المعادله بتاعه الدفاع بتاع برشلونه هو الراجل اللي اسمه بوسكيتس قدر ان هو يعمل جيم دفاعي غير عادي. وعلى الرغم ان احنا لو بصينا على الورق هنلاقي ان تشكيله برشلونه هي تشكيله اضطراريه، ما هياش التشكيله اللي بيلعب بيها فرانك كيسي وديونج وبوسكيتس وكمان جافي وفرناندو توريس ورافينيا. هو لو رجعنا من 5-6 ماتشات ورا كده هنلاقي ان عثمان ديمبلي وكمان ليفاندوسكي وديانج وبيدري، ففي كام عنصر واقع من العناصر اللي هي المفروض بتفوق برشلونه. فعلى الورق ريال مدريد افضل، لكن برشلونه لعبت الجيم كويس جدا وكانت بتقابل لعيبه ريال مدريد من هنا. يعني فبالتالي تلاقي ان خط دفاع برشلونه بالكامل بيقابل من هنا. يعني هنا فينيسيوس بيضم لجوه، كريم بنزيما طبيعي، كمان فالفيردي هنا مطرف قوي عشان يفتح الملعب، هنا كارفاخال، مودريتش مان مع بوسكيتس مش فاهم ليه، توني كروس هنا، اسمه ده كامافينجا هنا، ناتشو ما بيطلعش، وخط الدفاع الكامل بيقابل من هنا كده من عند نص الملعب. ده بيبقى شكل الملعب والكرة في رجل لاعبي ريال مدريد. استحواذ والكرة الجميلة والكام نقل اللي كان بيحصل في الملعب اللي يحسسك ان ريال مدريد هي اللي ماسكه الماتش، ده الاكتر حاجه اللي كانت سلبيه في المباراه. ان من الطبيعي ان ريال مدريد بيسيب الكره للمنافس، المنافس هو اللي بيجي وبيستغل المساحات في ظهره، لكن ده اللي عمله تشافي، وقدر يستخدم سرعه فرناندو توريس ورافينيا عشان يعرف يلعب في ظهر
اللعيبه بتاعته، لعيبه قصدي ريال مدريد. كمان لقيت بقى ايه ان لما الماتش ابتدى ان هو يسخن شويه وابتدت الكوره تروح وتيجي، جون معاه قرب حبتين، كاونتر اتاك رائع جدا من برشلونه وايدن فرانكيسي ان يسجل هدف. طيب هل برشلونه طمع في الماتش؟ لا، ابتدى يكمل في سياسته. عشان كده انا بقول لك ان تشافي اتعلم كويس جدا من الماتش اللي فات بتاع مانشستر يونايتد. الا وايه هو الدرس المستفاد؟ ان انا ما عنديش اوراق تكسبني الماتش، اوراقي الرابحه قليله جدا، ويمكن كمان حتى انسو فاتي الاصابات خلصت على الباقي من موهبته. طب هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك ان يعني انت بتسمع دلوقتي في الاخبار ان انسو فاتي معروض للبيع، وانا لحد دلوقتي انا مش فاهم ليه اول تغييره بتكون رافينيا، رغم ان رافينيا هو بيكون مصدر الخطوره في الملعب. فرانك كيسي عمل مباراه جيده جدا وكان ممكن يسجل جولين لانسو فاتي اللي يعني بوظ عليه الاحتفاليه. جيم عالي جدا من اروخو في الباك رايت، قفل كل المساحات على لاعب زي فينيسيوس. كمان نقدر نقول ان يعني تغيير ناتشيو في الباك ليفت ما كانتش مثمره خالص. كمان نقدر نتكلم على ان ريال مدريد لابد ان يشوفوا حل، والله بجد لابد ان يشوفوا حل. كاس ملك اسبانيا مش ماشي معاهم، بعيدا عن ان انشيلوتي عمل بعض الحاجات اللي في الملعب الغريبه. يعني انا مش فاهم ليه اخر قوي التغييرات كده، يعني ليه اخر قوي التغييرات كده؟ الماتش باين قوي ان برشلونه مقفله، انت قلقان يعني خايف من ايه؟ ايه اللي كان ممكن يحصل غير ان انت خسران؟ يعني ايه اللي كان ممكن يحصل ان انت خسران؟ ماسك الكرة وما عندكش حلول. طب ليه مخلي مودريتش مان مع بوسكيتس؟ ما اجنتش ثمارها خالص، ما شفتش مودريتش اصلا في الملعب. النهارده كان جيم كويس جدا من توني كروس اللي يعني عنده 700 عين، الراجل بيشوف بقفاه، قطع الكوره وبيحط في الناحيه الثانيه، بيغير ملعب وباسلوب رائع جدا، لولا الفينش اللي ما كانش احسن حاجه من داني كارفاخال. وده برضو علامه استفهام كبيره جدا. انت يعني داني كارفاخال ما هوياش في افضل حالاته، فكنت انت ممكن تعمل حاجه جميله جدا، تلعب 3-4-3 وتمسك الملعب اكتر، لكن ان انت سبت التشكيله زي ما هي وقلقان قوي من المرتدات اللي هي اصلا يعني كانت هي المصدر الرئيسي. فانت حط 3، طب حط 3 في القلب وابتدي العب بقى بالاطراف دي، ونزل فالفيردي او نزل رودريجو، كنت هتمسك الاطراف كويس جدا. معرفش ايه اللي حصل في دماغ انشيلوتي وتاخيراته للتغييرات، يمكن هو شايف احسن مني، يمكن هو عنده فكر اكتر مني، الله اعلم. انا اللي انا شايفه ان تشافي عرف قد ايه يعني المباراه دي يكسبها ازاي، او عرف قد ايه قدر واهميه المباراه دي بعد الضربه القويه اللي خدها من الماريا. فبالتالي انا تشافي بقول له شابوه جدا. تشافي ما زال لسه مدرب بيتعلم، وواضح جدا ان هو بيتعلم. ان المدرب جميل جدا ان هو ما يكونش عندي، جميل جدا انه يكون متطور. انا غلطت في هنا فعالجه في المباراه اللي بعدها، ده كويس جدا. كمان انا عايز اقول ان ريال مدريد الفتره دي يعني بنسبه كبيره قربت قوي على الموسم اللي ممكن يكون صفري. طب هتقولي لا اصل هو في دوري الابطال مكمل، والله العظيم مش مضمونه. في وجود في باريس سان جيرمان او البايرن صعب، ولسه في فرق كتير جدا انت ما قابلتهاش، ده غير اصلا ان ليفربول يعني انت فرقت عنها، ده ممكن 3-0 تجيبك، الموضوع مش صعب. هتقولي كانت السيتي، هقول لك كل ماتش وليه ظروفه. برشلونه كانت رايحه تقابل ليفربول وليفربول كان كده كده خسرانه، سبحان الله حصل كامباك، ليفربول قدرت كسبت وبلعيبه مش الاساسيين، وكان محمد صلاح مصاب كمان. فبالتالي انا كل اللي اقدر اقوله لك ان المباراه اللي جايه او الموسم ده لريال مدريد محتاج انقاذ او محتاج اعاده تهيئه مره اخرى، لان انت كمان حتى الفارق عندك ما بين تشافي قصدي ما بين برشلونه 7 نقط، فالموضوع برضو لسه مش سهل. و7 نقط في الدوري الاسباني صعب ان انت تعوضهم، لان الفرق اللي هي بتنافس او الفرق اللي هي الرخمه مش كتيره قوي، مش زي الدوري الانجليزي 20 بوينت انت ممكن تعوضه بسهوله جدا. كان معاكم احمد نصر، ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الى اللقاء.